بترضعي طبيعي وتتعرضي للمواقف المحرجة دي؟ الحل عندي. أنا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصية كأم عرفتي تربي. الحل في البريست باد أو واقيات الثدي، اللي بتكون حل كويس جدا لوقف تسريب اللبن في وقت بعدك عن البيبي. في تجربتي هي مهمة جدا، خاصة لو انت بطبيعة الحال بتقضي وقت طويل بعيد عن البيبي، لأن بجد من غيرها الموضوع بيبقى صعب وأديكوا شفتوا. طيب ايه الأفضل والأوفر؟ في نوعين. النوع الأول هو الديسبوزبل أو اللي بيستخدم مرة واحدة بس، هو تمام بس مش تمام قوي مع الميزانية. النوع التاني هو الواشبل أو اللي احنا بنستخدمه أكتر من مرة وبيعاد غسله. الاتنين بيأدوا نفس الوظيفة، اللي هي امتصاص زيادات اللبن عشان خاطر ما تبليش هدومك. لكن تستخدمي دي ولا دي، ده هيكون قرارك انت على حسب ميزانيتك. انا من تجربتي برشح لك دي اللي بيعاد غسلها اكتر من مرة، علشان بتأدي الغرض وفي نفس الوقت حنين على الميزانية. ابعتي الفيديو ده لأي واحدة صاحبتك بتتعرض لمواقف محرجة شبه كده.